الراجل ده بيخبط كيس منفوخ بالعصاية وفجأة المية بتنفجر منه. هو مش عدائي ومش عايز يبوظ حاجة، ده في الحقيقة اختراع هندسي اسمه الجيوتيوب. وظيفته إنه يحول طين الأنهار لحاجة مفيدة. إزاي بقى؟ أول حاجة بيضخ الطين اللي طالع من قاع النهر أو البحيرة جوه الكيس. الكيس نفسه مصنوع من ألياف بولي بروبيلين قوية جدا بتستحمل مئات الأطنان. الخامة فيها مسام صغيرة تسيب المية تخرج بس تحجز الرمل والطمي جوه. ولما الكيس يتملي بيشتغل كأنه فلتر عملاق، وبوزنه التقيل يفضل يعصر المية لحد ما تنشف. بعد كام يوم أو أوقات أسبوعين الطين اللي كان سايب يكمش ويبقى متماسك، ونسبة المية فيه تنزل لأقل من 30%. ساعتها الحجم والوزن يقلوا للنص تقريبا، ويبقى أسهل بكتير يتنقل ويتشال. ولو قارنته بالطرق القديمة زي الردم أو الطرح العشوائي، الجيوتيوب بيوفر أكتر من 60% من المخلفات. طب السؤال الكبير هنا بقى، تفتكر الأكياس العملاقة دي ممكن فعلا تعوض الطرق القديمة في التخلص من الطين؟ استني رأيك. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.